صومات نقود كل مية بيت من بيوت الله ما أنت ساد وذا أكتهين وحفظ قال الجميل عشان يتبك الجوس إن شاء الله أولا وحاب نودع فرية والقرآن كي نودع فرية هذا عبد القادر عبدي وسو دوا ميكروفونك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء الله كاوال مريو وحين وحي أرضي قال لي عبد الباسط عبد الله محمد كسو دوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اقترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي توكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى خير وحفظ الله لسانك وغفر الله لوالداك. عندنا فاي نوغو حقا بكر جيلاني عثمان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحنك سوجيدين يا قرآن الكريم كأه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. جزاك الله خير وغفر الله لوالداك. عندنا وحاوير دونا إسماعيل أبو بكر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها
حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. جزاك الله خير ما شاء الله، حفظ الله لسانك وغفر الله لوالداك. هاتنا وحا inoogu xiga cabdiqaadir jaamac. cabdiqaadir تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم ما شاء الله. جزاك الله خير وحفظ الله لسانك. هاتنا وحا inoogu xiga محمد عبد الفتاح محمود هاشم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kusoo jeedinayaa qur-aanka kariimka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض
ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جزاك الله خير الجزاء وحفظ الله لسانك وغفر الله لوالداك. هاتنا وحي نوحي عمر أبيس قرني فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء والأرض إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جزاك الله خير الجزاء وحفظ الله لسانك وغفر الله لوالداك. وحين وحي عبد العزيز آدن عبد القادر فليتفضل مشكورا ومهجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. شكرا لك جزاك الله خيرا وحفظ الله لسانك وغفر الله لوالديك. وحال كان ugu yeeraya ardayga ugu dambeeya ee barnaamijka qaybta Quraanka محمود عمر عبدي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وحفظ الله لسانك وغفر الله لوالديك. halkaas ayaa ku soo xirinaa barnaamijka qaybta koowaad ee Quraanka. haatan waxa uu jilicsanaya dhanka oo tafsiirka. waxa halkan ka wacaya Cabdiraxmaan Mahad Maxamed Cabdikaafi Mahad Maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
maanta halkaan waxaan ka soo jeedinaynaa tafsiirka qur-aanka kariimka walaal diyaar mu tahay inaan su-aal kaa weydiiyo بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم مع الله يعقوب بلاوين أي نحرس قودي متقاره بنحرستا ألاكم التكاثر وحايل مشغول يدد وحبس سي سفاند حتى زرتم المقابر إلا كزيارة حبالها كلا سوف تعلمون ساس مهواد وغان دونتان ثم كلا سوف تعلمون هذا ساس مهواد وغان دونتان فانك عربتيسا كلا لو تعلمون علم اليقين هذا ضبع وحوقتهم وهدل هذه حمانتا ترون الجحيم دبهان بعد أرقس النار جحيما ثم ترونها عين اليقين كدب بعد أرقس النار تاسي يقينا ثم تسألون يومئذ عن النعيم كدب الذي ويديد ولا معلم تسنع مدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خير الجزاء وحفظ الله لسانك هالتنا هالكا وحاويرينا أحمد سيدي أبو بكر يحيى عبد الرحمن محمد وإنه سجدين دونان أذكار. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن إذن سلامني دمان أرضي ذا كان فديا قروح بدن والدين ذا كان فديا معلمين ذا كان فديا ما أنت وحارمنا إن هل كان يفين كسو جيدنا أذكار صلاة أذكار كميدا أنيقو مقعيق أحمد زيد أبو بكر ولالك يحيى عبد الرحمن محمد والله ديار موتا هنا سؤال كابي أذكار صلاة والله الواحد أقرص أنا في سيرة دعاء مركز دعاء سيد كذب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد عن خيريا أن لا إله لك لين سنجرين إلا الله وحده وحده لا شريك له
اللهم الله اجعلني غير من التوابين قوة توبتنا واجعلني غير من المتطهرين قوة الطاهرين أذكرنا ولا ديار متى قوة ديار كم أذكاريات ثلاثة ها ولا الديار وانوهاي وعاد أقصائنا في الستات لولت المتعدودة رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني ورفعني رب اغفر لي ربي يعيدا بداف رب اغفر لي ربي يعيدا بداف اللهم اغفر لي الله يعيدا بداف وارحمني حريصو واهدني هنوني وجبرني إيكب وعافني عافي ورزقني الله يا رزاق ورفعني الله كر إيجيال ولا أذقنا واحد دخل سائين في سرتا التحيات كصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات السلام لله الله يوسفناتي والصلوات الحديثات والطيبات ونفسا السلام عليك نبتقلوا بشهد الله يلو أيها النبي ورحمة الله كون عرسته وبركاته الله كبركه السلام علينا نبتقلوا بشهد الله يلو وعلى عباد الله الصالحين أدومنا إلهي هو نفسا أشهد عن قرية أن لا إله لك لين تنجرين إلا الله والمويه وأشهد عنك الأخرية أن محمدا محمد ياي عبده أفضل ورسوله رسول ياي أذكنا ولا واحد بسرعين في ستة دعاء مكة لقلا يقولها بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهلها بسم الله ولجنا مقع الله ينقب لاويا أونك قليا وبسم الله خرجنا مقع الله ينقب لاويا أونك بحيا وعلى الله اللين سري ربنا ربكينيا توكلنا يا تنسارنينا ثم كذب ليسلم وحو سلاميا على آله الكيسة وحونا لياي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kuwaasna waxay ahaayeen Axmed iyo Yaxya haatana waxa inoo soo jeedin doona gabay Zainab Xuseen Maxamed oo inoo soo jeedin doonta gabay ورحمة الله وبركاته دلوعدا gabaygan waxaan ugu dan leeyahay rajatiif ku haysiyo hadib digan waqtiga iyo aqoontu ka dirin damniyayna ka oran aayadaha daliilkiyo diintayna ka lumin malaa'ikta duusha dambigayna ka qorin آخرات بيسيا إلك كودمين ربي دائم ويجي ونارت كودرين دبكي عذاب تنهل بها جيدون مرة بعد دروستا وحن كودر يا ذنوبها دكودي وكبقتين تآخرة تذكواري معي ذنبي عرستديرو درد وين ولشوي حدا نيسن كليا درمدة تجيرتي ودميا نقولتيرين إيمان كدان كيو يدور الكاقلين درجة حقام كيو الدشين كامودن دلودا حسوستا شرف با كدرتي بشبيتان دايعن مقر وحدا عدا ورحد ودحلي هاي وحن تا قصي داي هاني تان دغين نحر ما وجادين ددكو iga filayeen maka qaada daadi dimaha kanteen qor xaliisa ka cabsada kullee ruuxi damiir lahood nimada yaqaanaa dadku kama hawaawe culimiye macallimiin ka doonta bahan qade inta doonta dunida waxaan kula dardaarmo dawladda jira faray dadka kee wax ku barada cad ugu harbaxay wuxuu gala wax doorsadasi haduu diido waayo qor wax ku teen baxa afkiyo dibnihiiso duco waa guda erayada hal doorka waxba inuu ku daalini waxaan maasada kaga baxaya ma hadal ku soo daway dardaana sharaf loo dawaan u bixiyo kadigiyo xumaanteen kastoo damiir loo diiwaanka ii geliyo hayga siiday duqankan maan culimaay kama wadaadaysaba aad iyo aad ayaa u mahadsantahay walaashayna inoo soo jeedisay gabay aad u macaan badan haddana waxaa gabay noogu xiga Caasho Jiilaani Cusmaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaal halkan waxaan ka soo jeedinayaa dardaaran ku saabsan la kulanka alle ee maalinka qiyaame kan amarka la diidayo
maalinka qiyaamo markaad alle hortiisa taagan tahay oo aad aragtid xaqiiqda haddii aad dhahdo allow maxaa digniin iigu soo diri weyday oo maalinkan ku saabsan alle subxaana wa tacaala wuxuu ku dhihi doonaa waa kuu soo diray digniin waxaad maalin walba 17 jeer rakaco walbaad akhrin jirtay aayad ku jirta suuratul faatixa maaliki yowmiddiin boqorka maalinkaa sheeg jirta waa aniga buuleeya alle subxaana wa tacaala haddii aad dhahdo allow yaa ii soo gaarsiiyey waxaa lagu dhihi doonaa laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim xaqiiqdii waxaa idin yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ahaa mid idin jamasho badan xaggiina si aad u heshaan jannadaa leh cadaabkan idinka koryeelo haddii aad dhahda allow iyo ii fasax aan keensada markhaatiyo alle subxaana wa tacaala wuxuu ku dhihi doonaa yowma tashhadu calayhim alsinatahum waaydiihim waarjulum bimaa kaanuu yacmaluun maanta jirkaaga iyo addimahaaga ayaa markhaati kugu filan haddii aad dhahda allow ii fasax aan keensado qareen ii difaacana alle subxaana wa tacaala wuxuu ku dhihi doonaa اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أقرأ كتابك ما أنت أديك يا نفتاد حسابي سيسوق فلانه الله أكبر هذا ولا المالك سينسوق سي ما براروقنا ولا ليال والسلام عليكم ورحمة الله يا يا دوما سنتاي ولا شينا هذا وحا كسو دويننا ميكروفونك أنا بأويس عمر وينوسو جديد دونتا خطبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي كرم الإنسان وفضله وصلى الله على رسول المعلم الجليل ومربي الكريم أما بعد أولا نحييكم بالتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية وقفت أمامكم أتحدث عن بر الوالدين إن رضا الله في رضا الوالدين يشهد لذلك ما جاء في القرآن الكريم من آيات كثيرة فيها الأمر بعبادة الله وحده مقرون بها الإحسان للوالدين كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن البر بالوالدين هو داب الأنبياء وعادة الصالحين وقد امتدح الله تعالى أنبياءه على هذه الصفة فقال عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فقال عن يحيى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه فقال رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك إن إبراهيم عليه السلام بلغ بره مبلغا عظيما كان يدعو أباه آزر إلى الجنة ويدعو أباه إلى النار يدعو أباه إلى عبادة الله وحده ويدعو إلى عبادة الأصنام يغضب أبوه ويهدده ويتوعد كمال الله تعالى قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا فيأخذ إبراهيم بالقنا عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لك يا أختي هاتنا وحالكم كسو دوين دونا نعمة محمد يوسف وينوسو جديد دون تأمان معلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maansada awoodiyo hadday moonad leedahay murti ku caan tahay hadal oo hadal intii mudan marin iyo jidkee tahay macallin xuskaagaan ku mariimayaa mudnaantiyo xaqaagaan ku madxiyayaaye iga maqan halbeegiyo waxay tahay midkii musbaxdii mugdiga iga dulqaaday jaahil macangagay baa miirkiisa saxdayo dadku way masuugaan waxaa tahay mandiiriyo dadka maamulkooda waayaro maraankiyo mawdacaagu waa qalin maylkaagu waa garo aqoon loogu mutaanshe akhlaaq loogu mujartee ilaahay ku geysmariye naartii midowgeed ammaan iyo adaa
wanaag iga mudan wixii la dhigtaa anfaca yeeshee neef geela ayuu fadhiisan uga dhigay meeshii ariga la bixin jiray neef geelu keenay macallinkii aad buu u farxay qur-aankii buu ka yaraa u aqbalay qur-aankii buu bilaabay hingaadii maartay alifkii baa loo bilaabay markaas ilaahay wuxuu u furay bafaayir buu noqday xilli yar buu ku dhameeyey maartay hingaadii alifkii buu dhameeyey dabeedna qur-aankii buu bilaabay markii la maraayo subax khamiisa waxaa la keenaa neef ari bay keeni jireen dadka waalidiinta ninkii awood u leh markaasaa waalidkii shanta shan jirka keensaday neef geelu keenay arbaca markuu maraya neef geelu keenay talaado markuu maraya neef geelu keenay isniin markuu maraya neef geelu keenay markii maarka waa kaasaa qur-aankii uu dhameeyey ilmihii yaraa si yaroo fudud buu ilaahay qur-aanka ugu furay lianna waalidkiisiiba maarkii waa kaasaa duca u soo qaaday duca u soo jiiday qur-aankii markuu dhameeyey ayuu laba neef oo geela keenay laba neef oo geela oo socotay hal neef oo geela ay bixin jireen dadka qaali baa la bixin jiray markaasuu laba neef oo geela ayuu intuu keenay buu yidhi macallin kan waa qaalintaadii oo qur-aanka aad ku khatintay kii yaraa qur-aanka aad u dhammaysay ayaan qaalintii kaaga wadaa buu kanuna wuxuu yidhi ilmo yaroo maartay aad u yar baan kuu keenay intuu kugu ciyaaro kugu dhuusdhuusay ayaan u keenay buu isagana maartay waa kaas kii yaraa wuxuu yidhi sheekh maxamed iimaan isagoo nooga sheekeeyey wuxuu yidhi kii yaraa qur-aankii dhameeyey maalinta waxay ka dambeeyey hadduu qur-aanka akhriyo hadduuna qur-aanka akhrin weliis ka lumi maayo qur-aankii waa haya ku dhegan yahay qalbigiis baa ilaahay u sharxay marka waalidka waxaan leenahay inay la socdaan labada dhinacba ardaygiin inay la socdaan ahwaashiisii la socdaan markuu guriga joogo muxuu qabtaa intuu madrasada joogo macallinkan haya adiga markuu ku yimaadana waa inaad la socotaa waa inaad jadwal u samaysaa jadwal waa inaad u samaysaa xilli waxbarto waa inaad u samaysaa nidaam waa inaad u samaysaa taasaa maarka wala isku dardaarmaynaa ducada ka weyn wax walbaba wax walba waxaa ka weyn ducada lianna cilmi waa la helaa laakiin aadaab lama helo علمي واضح لا آداب لا مهر آداب تأخذ ذلك أرضينا أن دعين والد هو دعيا أرضي الله بارك معلم كان أرضي هو دعيا الله بارك سي أمد بود الدعاء سينوصل وضع بحر إن شاء الله تعالى خاصة نسكن دار من الرجوع نخيك أخذ ذلك إن شاء الله تعالى نعمة إلهي نسينا كشكرنا الحمد لله إن بدنا كعد بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله كاسوحها الشيخ بشير إلى خلصيه حفظه الله halkan waxaan ku wacnaa insha Allah waalidiinta waalidinta doona qaybta tusiga guddiga ama saaro noocan insha Allah soo dhawaado halka ku soo dhawaado insha Allah assalaamu calaykum waxaan salaamayaa macallimiintii muxtashartii waalidiinta alxamdulillaah rabbil caalamiin nimcatu rabbi wa ilaahi nimcadiisa waaye ma sha Allah madrasada wax ka barnaa dhinaca macallimiinka anahay ما شاء الله تبارك الله معلمين الله حفظي الله يلعنين آتي يا الله صلاة حقي أركاتي الله أقول يا قرآن حكابي وحبه الحمد لله رب العالمين معلم كينا عليه الله سبحانه وتعالى رالي عنكم أنا قال ذكي وحقاتي وأنفعي الله نغفي إن شاء الله بحب الله الكاسم سوق منها والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولهذا كان وحينا نفر يوم ولان كان مرنا صاحب كان مرنا معمولها تكسيغا أستاذ عبد الفتاح فليتفضل مشكورا إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وحام هذا السكيل على هذا كان بصورة الدنيا مسجد كبيرة مسجد الله سيدة الله عنه عندنا يا والدين شرفت له معلمينتا أقيارتا أبدا كبيرة جدا لما نحن بصورة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلبك أبو هريرة القرآن ما شاء الله أبدا سوء ونكسن سوء الدين إلهي أجل ونكسن حسير وحا أنت طبعا كهالي أستاذ بشير قرآن runtii waa wax la soo koobi karo ma ahan haddii laga hadlayo qur-aanku waa kalaamka alle macnaha waa hadalka ilaahay markasta waxa wanaagsan in la weyneeyo allah halkan dunidan sida u weynaanta badan aan ku noolnahay markaad aragtid
samadii dhulkii waxyaabaha dhan markaa kadib allaha abuuray hadalkiisii in la weyneeyo wax weyn waa marka weynaanta la weyneynayo kelmadda allah markasta waxaa loo baahan yahay in la soo dhaweeyo in la dhegaysto maxaa la yidhi qur-aanka marka la akrinaayo hala dhegaysto hal la aamuso labada afkii dhiga way isku xiran yihiin qofka markuu hadlaayo waxba uma maqlo laakiin haddii la dhegaysto la aamusana waxa qur-aanka si wanaagsan ayaad macnadaas inihii ku galaya sidoo kale qur-aanku waa in si fiican loo fiirfiiriyo micnihiisii qur-aanku wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii hor loo soo dhaafay wax hadda la joogo iyo mustaqbalka qur-aanku waxa uu soo tegay nabiga uu soo dejiyey waxay ahayd cajisida ugu weynay sallallahu alayhi wasallam uu soo dejiyey markaas waxaa joogay dad aftahana ah gabayada si fiican u yaqaanay wax kasta yaqaaneen hadalka wax ku ahaa dad aktif ah ilaahay wuxuu soo dejiyey qur-aanka markuu soo dejiyey hal aayad ka keenaya way ka keen waayeen hal suurad iska dhaafay hal aayad ka keen waayeen dadkii intaas gabayada isku xirxiri jiray qur-aanka marka wuxuu noqday mucjisada ugu weyn ilaa maalinka qiyaamaha wuxuu noqday rasuulka ugu soo dejiyey mucjisada marka qur-aanku runtii dadka hadda waxay u marayaan qur-aanku waa shayga koowaad la baranayo dad badanaa ka dhaadhacsan qur-aanka haddii ilmaha aan barno beri maxay heli doonaan maxay ka shaqeynayaan lacag meelu siganayaan dad baa aaminsan cuniga waxay aaminsan computer marka la geeyo xoogaha waxaa laga helo si uu macna qofkaas u helo shirkad iyo wax kale laakiin qur-aanku wuxuu yahay mustaqbalkii qof marka qur-aanku barto runtii waa wuxuu ku badbaadayaa adduunyo iyo aakhiro maalinta qiyaamahan waxaa leeyahay qur-aanka akhri meesha ugu dambaysa u istaagta meesha istaagta dabaqa ugu dambeeya ilaa uu gaarayo dabaqa ugu sareeyo qofka ugu qora akhriska wanaagsan ilaahay qur-aanku ugu fududeeyey walaqad yassarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur-aanka lagama dhigin laguma soo dejinin luqad adag waxaa lagu soo dejiyey kelimad carabi ah ka bilaabmay alif ilaa ya waa la fududeeyey marka nabiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka bartay oo dadka sii bartay ummad waxaa ugu khayr badan qofka qur'aanka bartay marka qur'aanku waxaa loo baahan yahay runtii wax kasta in laga hormariyo cuniga marka qur'aanku barto waxa u fududaanayo maadooyinka kale ayaa u fududaanayo waad arkaysaa qofka ugu akhriska wanaagsan markasta wuxuu noqdaa hogaamiye masjidka marka la soo galo qadiibka wuxuu yahay ninka akhriska wanaagsan wuxuu horumarin wuxuu hogaaminayaa dadka maamulka ayuu macnaha hormaraya soo maaha wuxuu u horeeyaa suruufta ugu horeeyaa muxuu ugu horeeyaa markaas ilaah wuxuu yahay horjooga ayuu yahay marka sidoo kale qur-aanku runtii mar kasta waxaa loo baahan yahay in la karaameeyo marka qur-aanka haddii laga hadlayo runtii maahan waxaa lagu soo koobi kara maaha midda labaad aan hore inaan ka hadlo waxay tahay dhanka waalidiinta waalidka sida ustaadku loo sheegay ustaad bashiir waalidiinta maalinta qiyaamaha ah waxaa lagu shafeeya waxay tahay taajka loo saarayo madaxa waa waalidka markaas ilmihiisu ku soo barbaariyo qur-aanka wuxuu abaalgud ku helaya ama jaa'iso ku heli doonaa in madax loo saaro taaj marka waa jaa'iso aad u wanaagsan marka waalid kasta inay ku dadaalaan ee ku tartamaan in ilmahoodii ama ciyaalkoodii ku tarbiyayaan qur-aanka alle micnahana si wanaagsan ay u baraan lagu dhaqmo wax kasta qur-aanku uu kaa celinaya dunidan aan ku noolnahay ilaahay wax kasta anaga aan doonayno ayuu nagu habeeyey waa sidii qof guri loo diyaariyey wax waxyaabaha u baahan yahay dhan lagu diyaariyey jiif ha noqoto cunto ha noqoto qabiis ha noqoto cunto ayu nooc ha noqoto guri qof loo diyaariyey oo kale wuu soo baxay gurigii ayuu soo galay wuxuu arkay shay kasta u baahan yahay guriga ayuu ka arkayaa markaasuu la yaaba wuxuu leeyahay gurigan wax walba aan doonaya igu diyaariyey wax kasta aniga aan doonayo gurigan ayaa igu diyaariyey marka dunida qof kasta asoo qaaban oo ummi ah ayuu dunidan yimid wax kasta u diyaarsan waxaa u diyaarsan cuntadii noloshii wax walba loo diyaariyey waxaana kuu diyaariyay allah subxaana wa tacaala marka dunidan waxaa
loo soo raaciyay waa manhajka ku dhaqmayno waa kitaabka Alle wax kasta asaan naga celinay haddii aan u dhaqmayno waxaan noqonaynaa gaari aan lahayn isteedin aan lahayn oo wadda iskaaga socda qofka qur-aanka aan aaminsanayn wuxuu noqonayaa qof walwal badan cabsi badan oo asagoo stresskiisa badan haddii qur-aankii qofka qalbigiisa u galo wuxuu noqonayaa qof degan oo xasiloon oo og waddada ku soconaya maanta in badan maanta waxay ka fikirayaan waxay beri cun lahaayeen in badan waxa waaye dad baa iska stress iska cabsanayo oo walwal fara badanayo maxaa cunaa maxaan ku labistaa maxaan sameeyaa guri maan dhistaa walwal ayaa mar haddii qalbiga qur-aanku degan waxaa noqonaysaa qof wanaagsan oo degan xasiloon oo iimaankiisa ilaahay u habeeya marka qur-aanku runtii maaha wax la soo koobi karo waqtigii uu mudalaadaya insha allah waxaa noo dhiman barnaamijyo aad u fara badan dhammaan waa islaamiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waqtigaasina maa insha allah waxaanu galaynaa munaasabada barnaamijka aan ku talgalnay xafladda shahaada bixinta insha allah waxaad toosin doono anigoo ah macallinka dugsiga sheekh bashiir sidoo kale waxaa ardayga wici doono halkaa kusoo dhaweyn doono ustaad cabdilfataax insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaah waxaad kusoo laabtay waxaan gabagabadii barnaamijka insha allah dugsiga إصلاح الدين وعلى شهادة الدنيا أرضا إن شاء الله أفضل مجلس لكم الله سنكون يسلف مصادقات أنا في كامل ما في محمد عبد الله محمد معي سنستاهل أمر لغات كتب القرآن حسن أحمد برة أعطي بصدحاء عمر عثمان عبد الغالب أعطي أفراد عبد الباسل عبد الله محمد أبرى شرائط التكافي مهد محمد أرض اللحاد عبد الغالب جامع عبد الغالب أرض التدرات عبد الرحمن مهد محمد جعفر أحمد محمد محمد عمر أحمد وتنبيه أحمد عثمان عبد القادر
gudbay gabdhaha halkan ka waxaa sidaad xaashisiya بدر علي الشيخ ان شاء الله راح نشتغل سيرمو عبده سيرمو سيدة محمود الدولار نبع محمد يوسف عنب أويس محمد عنب أويس محمد سيد حسين محمد سيد حسين محمد بقدرين عاشر جيلاني عثمان halkan waxaan ka bilaabaynaa ministriyaasha xafladda waxaan ugu horeeyo maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamed مصعب محمد يوسف مصعب محمد يوسف عبد القادر حسين الدين عبد القادر حسين الدين أحمد عثمان عبد القادر محمد كعب عبدي محمد نورين الدولة محمد حسن علي عبد الرحمن علي جولة شافعي محمد أبشر
شيخنا محمد. أحمد سيدي أبو بكر. عبد العزيز آدم قادر. عبد الرحمن محمد. كافي مهد محمد. عبد القادر عثمان عبد القادر. إبراهيم محمد إبراهيم عبد المقدين. محمد حسين الدين. محسن محمد يوسف. شافعي عبد المصطفى. محمد أبو بكر هاشم. إلياس محمد أبشر. إلياس محمد أبشر. عبد الرحمن محمد حسن. مصعب محمد يوسف. مسعود محمد يوسف. عمر إبراهيم عمر. صلاح طاهر جلال السيد علي. يقدمين عمر شيخنا محمد. وعمل عندنا عباس عبد الله محمد. أسر السلوك بكر الجيلان اسمه الاعتقاد الدم عبد الله. محمد عمر عبدي. إسماعيل محمود. محمد الفتاح محمود. يحيى عبد الرحمن محمد صلاح. وضمان وعمر رئيس قرني. إن شاء الله تصبح آيات أقول شهادتك يكون بوليستي وأنا شيخ القرآن كامل إن شاء الله تصبح ونوجه رئيس الله تعالى وبركاته. قلت أنا إن شاء الله وأنا مكعصر إلى نعرف لسان وقتها يقول إليه بدنا وحنا لنا وحنا وإذن ولا نسمي شيء صارتها إنسان تصوحي وحكوصة أفكارها أدوية هوينك وحكوصة أدوية وحكوصة أدوية إلهي سبحانه وتعالى ما أنت يقول إليه
dhammaanteena naga dhexaysa ardayda marka ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda khayrka iyo xasuusinta ilaahay subxaana watacaala la inoo qaso alla kacabsiga waatuu ilaahay subxaana watacaala sheegay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa saayada qaato fikir adigu la geliyo waxa ugu khayr badan waa alla kacabsiga qofka meel kastuu taagan yahay meel kastuu joogo inuu mar kasta xasuusto alla kacabsiga allah naga yeelo dhammaanta ilaahay subxaana watacaala hana waafajiyo mida talabaad waxay tahay barnaamijkan galata qabanay shahaadooyinka aan bixinay waxaan ku bixinay ardayda kusoo dadaashay oo kusoo tirtacbeeshay tartanka qur-aanka ka socday muddadii 8 bilood ee dugsiga ayaan shahaado guddoonsiinay iyo sidoo kale waxaan guddoonsiinay ardaydii oo 8 bilood socday tartanka qur-aanka dugsiga ka socday aan guddoonsiinay tan saddexaad waxay tahay barnaamijka xiga ardaydii aan guddoonsiinay waxay helay barnaamijka ardayda soo bandhigay aqoontooda inta aan ka tagnay iyo inta dhiman maamooyin iyo arday iyo mas-uuliin waan idin cudurdaarina insha allah hana la cafiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkeena ayaynu galayna insha allah ilaahi subxaana watacaala qadro muslim kastoo mu'min kasta halkaan fadhiyo waxaan ka rajeynayaa qalbigiisa inuu ii nadiifiyo oo ii saaliixo ii cafiyo waan iscafinayna insha allah dhammaantiin waxay iga tihiin caafis bisha madana nagu soo horjeeda wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu